السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث الإعدادي. أهلا ومرحبا بكم. معكم مستر محمود محمد عبد العال مدرس مادة الرياضيات. إن شاء الله النهاردة يا شباب هنراجع مع بعض نقاط مهمة جدا. أنت محتاجها لسنة تالتة إعدادي بتاعتك المنهج الجديد. خلاص كده؟ طيب، المنهج بتاعك إن شاء الله سهل ممتع، بس محتاج شوية مجهود منك وتكون مركز كده يعني. تمام؟ طيب، عندنا إيه بقى، أنت محتاج إيه بقى تراجع عليه عشان خاطر لما نبدأ المنهج؟ دي حصة مراجعة. تمام؟ أول حاجة أنت درست في أولى إعدادي وفي تانية إعدادي شوية قوانين محتاجهم لسنة تالتة إعدادي. خلاص كده؟ أول حاجة معانا قوانين الأسس. قوانين إيه؟ الأسس. أول قانون معانا أول قانون معانا ضرب الأساسات المتحدة. يعني إيه ضرب الأساسات المتحدة؟ يعني بص، مثلا عندك مثلا عندك مثلا 3 أس 2 في 3 أس 2. أنت ملاحظ إيه هنا؟ أو امسح الاتنين دي بس، خلي مثلا الاتنين دي خليها مثلا 4. ماشي؟ أنت ملاحظ إيه هنا؟ تقول لي يا أستاذ أنا ملاحظ إن التلاتة زي التلاتة، صح؟ أه. هنا بقى دي معناها إيه؟ ضرب الأساسات المتحدة. يعني أنت عندك الأساس زي الأساس، يعني اللي تحت ده زي اللي تحت ده. خلاص كده بنعمل إيه بقى؟ طالما الاتنين دول زي بعض بنثبت الأساس. ونعمل إيه فوق؟ طالما هي ضرب بنجمع. يبقى هتجمع اللي فوق ده 2 و4 6. هتقول له طب يا أستاذ يعني ليه جمعت هنا؟ يقول لك عشان خاطر أصلا الضرب المفروض لما بضرب رقم في رقم الأرقام دي بتزيد. يعني مثلا 2 في 3 بتساوي 6، يعني الرقم زاد. خلاص كده؟ فاحنا هنا عندنا أول حالة معانا عند ضرب الأساسات المتحدة نثبت الأساس ونجمع الأسس. يبقى احنا ممكن نكتب القاعدة بتاعتنا هنا عشان مش تنساها. عند ضرب الأساسات المتحدة نثبت الأساس ونجمع الأسس. خلاص كده؟ ليها صيغة علمية. الصيغة العلمية بتقول لك إيه؟ بتقول لك مثلا إذا كان A أس M في A أس N. حلها إزاي بقى الكلام ده؟ حلها كده يا عم. ال A هي ال A صح؟ فبنثبت ال A ونجمع دول M زائد N. وده اللي إحنا عملناه هنا. 2 اللي إحنا عملناه هنا أهو. جمعنا الاتنين مع الأربعة ادتك كام؟ ادتك 6. كمان مثال ممكن أقول لك مثلا 5 أس 3 في 5 أس 2. ماذا تلاحظ؟ هتقول لي الخمس زي الخمس. خلاص يبقى الأساس زي الأساس، ثبت الأساس واجمع. 3 و2 كام؟ 3 و2 5. طب واحدة كمان مثلا 8 أس 2 في 8. هنا الأساس زي الأساس، يبقى هنعمل إيه بقى؟ هنثبت الأساس. هنا كام؟ هنا 2. ادي الاتنين اهي يا عم. ازاي؟ هنا كام؟ المفروض تقول هنا مفيش، هنا في 1. خلاص كده؟ فدي 1. فتبقى بتساوي كام يا عم؟ بتساوي 8 أس كام؟ أس 3. ماشي يا عم؟ ده كده أول قاعدة معانا. خلاص؟ يبقى أول قاعدة معانا بتقول لك إيه؟ بتقول لك عند ضرب الأساسات المتحدة نثبت الأساس ونجمع الأسس. ودي معلومة سهلة جدا، مش محتاجة يعني إيه تفكير شديد يعني. المعلومة التانية بتقول لك إيه؟ برضه نفس الفكرة بالظبط. في اللي فاتت
كنا بنضرب هنا بقى عند قسمة، عند قسمة الأساسات المتحدة. إزاي يعني؟ تعال الأول أديلك بالصيغة الرياضية A أس M على A أس N. هنا بنعمل إيه؟ في الضرب كنا بنجمع، يبقى في القسم هنعمل إيه؟ هنطرح. خلاص كده؟ فبنثبت ال A ونطرح M ناقص N. خلاص كده يا عم؟ ليه برضو؟ ليه اشمعنى طرحنا يعني؟ اشمعنى في القسم طرحنا؟ نفس الفكرة برضو. بص في الضرب لو ضربت لك 2 في 3 طلعت بكام؟ 6. الرقم زائد صح؟ طب مثلا لو خدت 6 على التلاتة فيها الكام؟ فيها 2. هتلاحظ ان الرقم ايه؟ بيقل. خلاص كده؟ فدي معلومة ممكن تحتاجها يعني، مهمة او مش مهمة مش فارقة معاك، بس انا بحاول اثبت لك احنا ليه بنجمع وليه بنطرح. خلاص كده؟ طيب تعال نشوف سؤال. تعال نشوف سؤال. مثلا عندك 3 أس 7 على 3 أس 5. هنا عندك ايه؟ هي تقول هنا يا استاذ المثال ده مثال قسمة، فبنثبت الاساس خلاص، وهنطرح الأسس 7 ناقص 2. 7 ناقص 5 كام؟ 2. وتكمل حل بقى عادي ل 7 3 أس 2 بكام؟ 9 اللي هي 3 في 3. ماشي يا عم؟ كمان واحدة. عندك مثلا 5 أس 4 على 5 أس 3. نفس الفكرة برضه. ثبت الأساس، ثبتنا الخمسة. تطرح 4 ناقص 3 كام؟ 1. الواحد ده ممكن تكتبه وممكن ما تكتبوش. يعني ممكن تسيبها كده، أو الأفضل تكتب 5 كده بس. ماشي يا عم؟ دي يا عم القاعدة الهيل، دي القاعدة التانية. ماشي كده؟ طيب القاعدة اللي بعد كده معانا، القاعدة اللي بعد كده معانا التوزيع. توزيع الأس يعني. خلاص كده؟ توزيع الايه؟ الأس. ازاي يعني؟ برضه هديلك بالصيغة العلمية بتاعتها الأول وشوفك هتفهم منها ايه. بص كده. عندك مثلا، A في B دول بين قوسين أس N. هنا بنعمل ايه يا عم؟ بص شايف الأس ده؟ طالما الأس ده فوق القوس ده، خلاص يبقى أنا ممكن أوزع. ممكن ده ينزل هنا وينزل فين؟ وينزل هنا. ماشي يا عم؟ ازاي يعني؟ اهو هتبقى A أس N في B أس N. ماشي كده؟ تمام؟ ومن هنا ممكن نستفاد معلومة. لو الأس ده زي الأس ده اللي هو لحظة، لو الأس ده اللي هو ال N يعني، لو ال N دي زي ال N دي ممكن نرجعها لأصلها. ماشي؟ يعني نضرب الأساس في بعضه ونثبت ال N. طيب ممكن واحد يكون مش مقتنع بالكلام ده، عادي. تعالى مثلا نشوف مثال، أديك رقمين مثلا سهلين نثبت مع بعض. بص يا عم، بص يا عم، مثلا مش أنت عارف مثلا 2 في 3 أس 2 مثلا. مش أنت عارف الاتنين في 3 بستة؟ أه طبعا 6 أس كام؟ 6 أس 2 صح كده؟ طيب ما 6 أس 2 معناها 6 في 6 اللي هي بكام أصلا؟ اللي هي ب 36. تمام؟ يبقى احنا حليناها بالطريقة العادية طلعت بكام؟ طلعت ب 32. طب ما تيجي نحلها بتوزيع الأسس. تقول لي إزاي؟ أقول لك كده. الاتنين دي أوزعها هنا، أوزعها فين؟ أوزعها هنا. فتبقى 2 أس 2 في 3 أس 2. كم الحل؟ 2 أس 2 بكام؟ ب4. 3 أس 2 بكام؟ ب9. 4 في 9 بكام يا عم الحاج؟ ب36. تلاقي الناتج ده هو الناتج مين؟ هو الناتج ده. يبقى أنت كده حلك صحيح. يبقى أنت هنا تقدر توزع الأسس. ماشي يا عم؟ وبرضه تقدر ترجعهم لأصلهم زي ما قلت لك من شوية. ماشي؟ دي برضه معلومة سهلة، لازم تكون عارفها. لازم تكون عارفها. خلاص كده؟ طيب بعد كده معانا إيه؟ نفس الفكرة برضه.
اللي فاتت دي اللي فاتت كانت توزيع الأس في الضرب. خلاص كده؟ معنى برضو نفسها بالظبط، توزيع الأس بس في مين يا عمنا؟ في القسم. ازاي يعني؟ برضو هديها لك بالصيغة العلمية بتاعتها. مثلا مثلا A على B أس N. هنعمل ايه؟ هتقول لي يا استاذ زي الفكره اللي فاتت بالظبط، هعمل كسر بتاعي واكتب الاي واكتب البي، ودي كده، دي اللي هي الان دي تتوزع فوق وتتوزع فين؟ تتوزع تحت. اقول لك انت صح، حط هنا الان وحط هنا الان، يبقى انت كده حلك صحيح. ازاي يعني؟ اقول لك ماشي، تعالى بص يا عم، هديك برضو مثال نثبت دي مع بعض. بص كده، مثلا هندي مثال سهل عشان تبقى انت عارف النواتج. 4 على 2 اس 2. هنحلها بالعادي، هتقول لي 4 على 2 فيها 2، صح كده؟ اه، وفي 2 فوق، ادي الاتنين فوق اهي. تحل دي ازاي بقى؟ 2 اس 2 يعني 2 في 2 بكام اصلا؟ ب4. تمام، دي كده بالطريقه العاديه. تعال بقى نحلها بطريقه الاسس. ماشي كده؟ هنعمل الكسر بتاعنا، نكتب الاربعه، نكتب الاثنين، نكتب الاثنين دي فوق والاثنين دي تحت. كمل حل عادي. عملنا ايه؟ دي اللي هي الاثنين الصغيره ديت وزعتها مره فوق ومره ايه؟ ومره تحت. فانت هنا كده عندك 4 اس 2 يعني 4 في 4 ب 16. 2 أس 2، 2 في 2 ب4. 16 على 4 فيها كام يا عم الحاج؟ فيها 4. تلاحظ إن ده 4 ودي برضو كده كام ودي برضو كده 4، فأنت كده مش عندك مشاكل. خلاص كده؟ من هنا بقى أقدر أجي لنقطة مهمة جدا، الحتة التالتة. ركز بقى معايا، مش عايز أكتبها دلوقتي. بص، نفس القسمة برضو. بص كده، أدي كسر أهو، هنا 4 أس 3 وهنا 4 أس 3. تحلها إزاي؟ تقول له يا أستاذ دي حالة القسمة. اللي هي أصلا ممكن تتكتب كده 4 أس 3 على 4 أس 3، صح ولا مش صح؟ الأستاذة دي تاني حالة معانا، كان أول حالة الضرب، تاني حالة القسمة. في الضرب كنا بنجمع، في القسمة بنطرح. فاحنا هنثبت الأربعة، أوكي؟ ونطرح 3 ناقص 3 كام يا ولدي؟ صفر. دي بقى القاعدة اللي هتدور، أي حاجة أس صفر بواحد. خلاص كده؟ أي حاجة أس صفر بواحد. واحد تاني ممكن يقول يا أستاذ، قال لك هو مش اللي فوق دي زي اللي تحت دي؟ اقول له غير خاصه، ما هي ديت الطور مع مين؟ الطور مع دي، يبقى فيها الواحد على طول. اقول له انت برضه صح. خلاص كده؟ فهمت الواحد جه منين؟ ممكن واحد يكون مش مقتنع بالكلام ده. طب تعالى اديك مثال سهل. 3 اس 2 على 3 اس 2. تعالى نحلها دي بكذا طريقه. اول حاجه دي القسمه، خلاص. طلع يا استاذ دي مثال قسمه، بنثبت الاساس ونعمل ايه في الاسس؟ بنطرح الاسس، صح؟ اقول لك انت صح. 2 ناقص 2 كام؟ الاثنين دي مع الاثنين دي. 2 ناقص 2 صفر. أي حاجة أس صفر بكام؟ بواحد. واحد تاني يقول طب يا أستاذ، طب يعني اللي فوق زي اللي تحت، فدي طرت مع فدي طرت مع دي، فيها الكام؟ برضه فيها الواحد. أقول لك أنت صح. ممكن واحد تاني يقول طب ما التلاتة أس 2 دي يعني بتسعة أصلا. أقول له صح. وتلاتة أس 2 برضه بكام؟ بتسعة. تمام، تسعة فيها الكام؟ فيها الواحد. عرفت الواحد جه منين يا عم؟ أتمنى تكون فهمت. بقى معانا واحدة بس سهلة خالص، بسيطة جدا، اللي هي دي. بص يا عم الحاج، A أس سالب N بتساوي. بص، احنا مش بنتعامل مع الأسس السالبة، احنا ما نعرفش حاجة اسمها أس سالب. فأي أس سالب، أي أس سالب لازم نخليه موجب. فبنعمل إيه؟ بص، أي رقم ليه مقام. يعني مثلا الأربعة دي هي أصلها 4 على 1، التلاتة أصلها 3 على 1، 3 على كام؟ على 1. السبعة أصلها 7 على 1. نفس الفكرة برضو، ده رقم أصله على كام؟ على 1. خلاص، فأنت ممكن تشقلب. تشقلب إزاي يعني؟ يعني اللي فوق ينزل تحت واللي تحت يطلع إيه؟ يطلع فوق. فتبقى كده يا عم 1 على إيه أس إن. واحد يقول لي أمال السالب اللي كان هنا ده راح فين؟
بيقول لك هو أنا بدلت ليه؟ أنا بدلت عشان خاطر أخلص من السالب. خلاص كده؟ يعني إزاي يعني كده بص 3 والسالب 2. لو عايزين نحل دي أنت عارف إن 3 أس 2 ب9 عشان 3 في 3. طب دي نعملها إزاي؟ لا دي هنحلها نعمل كسر. دي أصلها على كام؟ أصلها على 1. أصلها على كام؟ على 1. فتشقلب 1 على 3. اخلص بقى من السالب أس 2 صح ولا مش صح؟ أدي الواحد أهو. 3 أس 2 بكام؟ ب9 يبقى هي أصلا 9. هي أصلا إيه؟ 9. بس يا عمو دي كانت مراجعة بسيطة إن شاء الله يا شباب. أتمنى تكونوا فهمتوا. راجع الفيديو مرة واتنين عشان الكلام ده مهم جدا جدا. لازم تكون عارفه وفاهمه عشان خاطر ده اللي هنبدأ بيه أول درس. دي كده مراجعة بسيطة إن شاء الله رب العالمين هتنزل على اليوتيوب. وهنكمل مع بعض شرح منهج تالتة إعدادي لعام 2027. بالتوفيق إن شاء الله يا شباب. كان معكم مستر محمود محمد عبد العال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.